وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معاكم أم محمد يا جماعة. معلش انا بسرع في الكلام علشان البياعين والدوشة. طبعا النهارده يا حبايب قلبي عاملين باذن الله طاجنين سمك كده في الفرن. انا هنا عندي طاجن غسلاهم اهم ودهناهم زيت، وهنا عندي الرز، يعني طاجن سمك بالرز عاملين كده. الوصفة بتاعتنا اللي هي طواجن سمك بالرز بس. وهنا عندي الخضرة اللي هتترش على الوش والفلفل والليمون والكلام ده كله. طبعا أنا هنا يا جماعة اللهم صل على النبي هنملح السمك عشان يبقى ايه. بصوا حبة ملح أنا عندي عشان ده هيتحمر في الزيت الأول نص تحميرة. تمام، نص التحميرة دي بقى نظبطه معانا. معلش تستحملوني شوية، ده كمون عشان السمك بيحب الكمون. كزبرة ناشفة هنا. يا لهوي، طبعا يا جماعة معلش أنا بقفل عشان الأصوات. هنا معايا هنا توم. بصوا السمك عاملة زي القشطة اهي، بسم الله ما شاء الله. شايفين كده؟ أنا هنا فاتحاها اهي علشان تديها طعم التوم يا جماعة اهي. عشان التومة تديها طعم. هنا عندي الدقيق بطلع من هنا واحط ايه اهي يا جماعة. بصوا طبعا التوم ده اللي هو اخضر، انا فارمه برضو لسه جديد. هنا ايه اللي عندي عليها كده سمك اهي. بسم الله بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا تتاكل. كل سنة وانتم طيبين. تتاكل من غير سوى. شايفين كده؟ انا بحب احشيها كده عشان تديها ايه طعم. معلش بقى صوت المواتير والدنيا والدوشة. كل سنة وانتم طيبين. انا بنام لي ساعة بعد الفجر برضو ساعتين، وبصحى اشوف شغل البيت. معلش بقى امكم يعني عندها 57 سنة، مش عندي 17 18 سنة. مش بقدر يعني اقاوم السهر الكتير. هكمل كده معانا. كمل معانا كده. مش هشوف ايدي بس الزيت زي ما شفتوا كده يا حبايبي. هنا عندي طبق انا مخليه يعني بحط فيه الدقيق بس للسمك. صحيح هو شكله مش حلو يعني. بتاع ده الدايرة بتاعته قشرت كده لأنه هو كان صار من أطباق زمان كده. الأطباق بتاعت زمان يا حبايبي. آه بس كده اهو شايفين. ده هنا الدقيق. يعني دقيق بالنشا ببقى مجهزة أنا للسمك اهو كده.
وبتحمريه نص تحمير يعني، بصوا يا دوب مش قوي. بعد كده بنطلعوه بنحطه في الطاجن يا جماعة اهو كده زي ما شايفين كده يا حبايب. تمام، نقلب هنا كده هنحط في الزيت هنا معانا. معلش هنضير برضو معانا الستاند بتاعنا تحت ايدنا يعني. ده مضرب اللي هو بسم الله، ده مضرب يا بنات اللي هو بتاع بيض اللي هو اليدوي. انا هحطها بسم الله، هحطها في المج بتاع الكوبايات على اخواتي اللي هم ايه، اللي هم يعني عشان لو محدش عنده مجال يشتري ستاند فيعمل نفس الطريقة دي كده بس كده. هكمل باقي السمك يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني. بس يا جماعة انا هوريكم بس ايه كده نص سوا. لا بس هذه بقى دي كمان غابت معايا ومستوت يعني، بس برضه ايه نص سوا قبل السمك اللي هو ايه بس عشان كنت بحشي السمك معايا هنا رز وعشان جايب من التليفون ولا تقريبا عشان ده كده. ايوه كده معايا رز يا جماعة بسم الله كده. الرز قبل ما تحطيه في الطاجن تكوني حاطة معلقة زيت عليه. ده برضه بسم الله. يا الله دي كده بتاعت الشعر بسم الله يا جماعة. ده بالنسبة للطاجن بتاع السمك اللي في الفرن نحطه كده في الفرن. تمام عندنا ريحتين انا ما بحبش ايه، بحب اخدها كده
عندكوش فكرة بتدي طعم مخليهاش تتحرق يعني كأنك محمرة. طبعا يا جماعة أنا كده خلصت السمك اللي بدأت بسيبهم حبة علشان دول هعملهم بالصلصة. مبرضاش أزود زيت علشان مكان السمك ما بيتكب يعني ما بنستخدموش في حاجة. دايما أنا بحب الثوم المتحمرة دي. لا تتحرق يعني ايدك فيها كده بتدي طعم قرمشة للسمك رهيب دول كده مش هحطهم على الشاي زي ما عملت دلوقتي، اخليهم مش محمرين دول عشان قليل يعني. بس كده خليهم اهو. بحب التومة دي انا متحمصة كده بتعجبني الصراحة. حتى اللي وقعوا في الدقيق مني في لحظة كده أنا شلتهم نخلتهم بالمصفى وحطيتهم هنا في التحليل. هنا بحب أكلهم أنا دول كده. بس كده شويهم هنا ونطلعهم زي السمك كده. هنا اللي هم الريش بتاعت السمك دي أنا هخليها أعمل لها حبة صلصة كده. أما اتنين طاجن أهو هحطهم معاهم في الفرن. يبقى مع بعض حبايبي في التقديمة بإذن الله. يا الله يا الله. شيل الطاسة معانا كده. بسم الله. نخليها هنا بعيد عن الكرسي ده. هنا معايا الحلة هنا بتغلي. خلي الطاجن هنا عشان تشوفوا يا بنات. تمام. بسم الله ولعت من النار. هنا كده عند الصلصة نجيب الطاجن ده هنا نحط جنبه. نحط هنا معلقة توم الصلصة بتاعتنا. هنحط هنا خضرة محشي. أنا مقطعاهم عشوائي كده.
الفلفل ده حامي، ربنا يستر علينا. مش هحط هنا كتير عشان في ايه، انا ما بحبش الحامي. عشان ايه، ام جودي بتحب الحامي وانا ما بحبش الحامي صراحة. هنا كده هنا برضو. طبعا الرز ده زيادة شوية. بس كده يا جماعة، ده احنا خلصنا كده خلاص. الفرن بس كده، وكل سنة وانتم طيبين. بس كده عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا اهو، ده الصلصة بتاعتنا. أتمنى تعجبكم كده الطريقة حبايب قلبي، وأتمنى عجبكم. مع بعض كده في التقديمة بإذن الله. هنزود معانا عشان الرز بيستوى، والجرام كمان لما بنحطه في نحط المعلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش مش مشكلة، انتوا عشان متقعوش في الأرض. اللهم صل على النور يا رسول الله. المعلقة اهي زي ما شايفين، بصوا ازاي، عشان ما يلزقش في البيران تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده هنحط ده في الفرن. بس كده، يلا بينا نحط التاني برضك. الفرن عندي كبير ما شاء الله، بشيل من البرام، أو يعني بشيل صينيتين. هي فرن البوتاجاز عندي الكرياز ده، كله عشان أنا مزودة هنا الرز. ليه بقى؟ لازم تزودي الصلصة بتاعتك كده، وتبقى ايه زي ما انت حابة. حطي السمك زي كده، وأما يطلع الرز كده هيستوى، هتحس ان هو هيحط السمك. بس كده يا حبايب قلبي، يلا بينا. بس يلا بينا. هذا ايه السمك معانا، والرز بتاعنا زي الفل. اتمنى تعجبكم حبايبي الطريقة دي كده، وتنولي اعجابكم. يلا بينا بإذن الله في التقديم إن شاء الله. وأتمنى الطريقة دي تعجبكم يا حبايبي، بتاعة السمك طاجن في الفرن ده، وتنول إعجابكم. هنحط كده مع بعضنا هحط في الفرن كده، ومع بعض في التقديم إن شاء الله يا حبايبي. وبس يا حبايبي، احنا كده خلاص خلصنا السمك بتاعنا. ايه رأيكم؟ اهو بسم الله ما شاء الله. شايفين كده؟ بصوا، مش عايزة ايه اهو، بصوا مش عاوزة ابوظ المنظر يعني بصراحة. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده الكلام. بصوا كده الرز اهو استوى مية مية معانا، تمام اهو. الرز هي كده وحدتها.
السمك بتاعنا طبعا اهو، بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ بصوا بسم الله ما شاء الله اهو يا جماعة السمك بتاعنا. هنعمل بصوا قشطة كده، قشطة من جوه السمك، شايفين كده؟ ايه رأيكم؟ هو ده الكلام. تمام. بس يا حبايب قلبي هنشوف كده مع بعضنا. ده كده السمك اللي هو اللهم صل على النبي، معلش صوت الموتور. ده السمك اللي هو حمرته، وده السمك اللي محمر جنبهم اللي قليته عليه. جينا معانا الصلصة، وبعد كده بس كده بعد كده يا حبايب قلبي نخلص كده بالمرة. التقديمة معانا كده، وفي حفظ الله يا حبايب قلبي ورعاية الله، وكل سنة وانتم طيبين ومع ألف ألف سلامة.